لو أنت ثور أو أسد أو عذراء أو جوزاء، ركز جداً. الفترة دي عندكم تغييرة واضحة في المسار، ومش كل الناس مستعدة ليها، وده بيظهر في الشغل، العلاقات، وحتى في القرارات اللي كنت مأجلها من فترة. الثور، أنت خارج من فترة فيها بطء أو تردد، وداخل على خطوة قوية تخص المال أو العمل. في فرصة بتظهر من مكان ما كنتش متوقعه، أو حد بيساعدك في شيء كان واقف. في العلاقات، باب بيتقفل وقرار بتاخده من غير ما ترجع تاني، وده لصالحك. نصيحة للثور: ما تخافش من التغيير، التغيير هنا في مصلحتك. الأسد، في عودة أو تواصل من شخص كان خارج الصورة، أو رسالة كنت مستنيها بتوصل قريب. في العمل، في حد بيلاحظ تعبك أو مجهودك، وده بيحطك في مكان أحسن. نصيحة للأسد: رد بعقل مش بعاطفة. العذراء، الفترة دي فيها مسؤولية أكبر، وفي نتيجة هتشوفها لشيء اشتغلت عليه من فترة. في العلاقات، في طرف بيبدأ يلين ويتواصل بعد برود أو مسافة. نصيحة للعذراء: رتب أولوياتك وما تضيعش مجهودك في كل الاتجاهات. الجوزاء، في تواصل مهم جداً، مكالمة، مقابلة، ورق، أو كلام بيغير خط سير. في العمل، في تغيير في طريقة الشغل أو انتقال أو بداية جديدة. في العلاقات، وضوح بعد فترة ضبابية. نصيحة للجوزاء: اسمع كويس قبل ما تحكم وما تتسرعش. الأربع أبراج دول عندهم أسبوعين فيهم حركة وتغييرة قوية في الحياة. اكتب برجك في التعليقات وأنا هقولك الرسالة الخاصة بيك. والنجمة بتحكي.